سؤال: كيف وصل هذا الفيديو إلى جهازك تحديدا من بين مليارات الأجهزة المتصلة بالإنترنت في العالم؟ كيف عرف السيرفر أن يرسل هذا الفيديو لجهازك أنت تحديدا وليس لجهاز آخر في اليابان أو في البرازيل؟ الجواب هو IP address، وهو موضوع اليوم. IP address هو القلب الذي يقوم عليه كل شيء في الشبكات، بدون لا يصل شيء لأحد. واليوم سوف نفهم من الداخل بالكامل. لنبدأ بالتعريف الدقيق. IP address هو عنوان رقمي فريد يعطي لكل جهاز متصل بشبكة، سواء كانت شبكة محلية LAN أو الإنترنت الوان. ال IP address في IP address هي اختصار لإنترنت بروتوكول، البروتوكول الذي يحكم كيفية تنقل البيانات عبر الشبكات. لنأخذ مثالا من حياتنا اليومية. عندما تريد إرسال رسالة بريدية لصديقك، تكتب عليها العنوان، الشارع، الحي، المدينة والدولة. البريد يقرأ هذا العنوان ويوصل الرسالة للمكان الصحيح. ال IP address هو بالضبط نفس الفكرة، لكن في عالم الشبكات. كل جهاز عنده عنوان فريد، وعندما ترسل البيانات تحمل عنوان المصدر وعنوان الوجهة تماما كالرسالة البريدية. يوجد نوعان من IP address: IP version 4 و IP version 6. نبدأ ب IP version 4 لأنها الأساس. IP version 4 يبدو هكذا: 192.168.1.10، 4 أرقام مفصولة بنقطة. لكن ما الذي يعني هذا بالضبط؟ كل رقم من الأربعة يسمى أوكتيت لأنه يمثل 8 بت في الثنائي بينري، وبما أن كل أوكتيت هو 8 بت، يمكن تمثيل أي رقم من 0 إلى 255. إذن 32 بت إيجال 8 بت فوا 4 أوكتيت إيجال IP version 4 إجمالا. ولفهم هذا بشكل عملي، نأخذ رقم 192 نحوله للثنائي. 192 بالثنائي 110000000، يعني ال IP address كاملة 192.168.1.10. في الحقيقة يرى الكمبيوتر هكذا. نحن نكتبها بالأرقام العشرية فقط لأن قراءتها أسهل للإنسان. كل عنوان IP مقسم إلى جزئين: نتورك بارك يحدد الشبكة التي ينتمي إليها الجهاز مثل اسم الشارع والحي. هوست بارت يحدد الجهاز بعينه داخل تلك الشبكة مثل رقم المنزل. مثال عملي: عنوان 192.168.1.10. إذا كانت الشبكة هي 192.168.1.0، فهذا يعني 192.168.1. هذا هو النتورك بارت. اسم الشارع 10، هذا هو هوست بارت رقم المنزل. جميع الأجهزة في نفس الشبكة تشترك في نفس النتورك بارت، وتختلف فقط في الهوست بارت. لذلك عندما يريد جهازك إرسال بيانات أو سؤال يطرحه: هل وجه في نفس الشبكة أم في شبكة أخرى؟ نفس الشبكة يرسل مباشرة، شبكة أخرى يرسل للراوتر ليوصلها. ولكن كيف يعرف الجهاز أي جزء من ال IP address هو نتورك بارت وأيهما هوست بارت؟ الجواب هو سبنت ماسك، وهو من أهم المفاهيم في CCNA. ما هو سبنت ماسك؟ سبنت ماسك هو رقم يشبه شكل IP address، 4 أوكتيت، لكن وظيفته مختلفة تماما. دوره هو أن يخبر الجهاز هذا الجزء من ال IP هو نتورك، وهذا الجزء هو الهوست. مثال سبنت ماسك شائع جدا هو 255.255.255.0. بالثنائي هو قاعدة بسيطة جدا: كل واحد في سبنت ماسك يعني هذا البيت من ال IP هو نتورك بارت، كل صفر من سبنت ماسك يعني هذا البيت من ال IP address هو هوست بارت. إذا مع سبنت ماسك 255.255.255.0 والاي بي 192.168.1.10، ال24 بت الأولى نيتورك، ال8 بت الأخيرة الهوست. في CCNA ستصادف كثير كتابات من هذا الشكل: 192.168.1.10/24. الرقم بعد سلاش يسمى prefix line، ويعني أن أول 24 بت هي network part. يعني سبنت ماسك 255.255.255.0 يساوي سلاش 24. نفس الشيء لكن بكتابة أسهل. أمثلة أخرى تحفظها: ليست كل عناوين ال IP متساوية، كاين أنواع مختلفة تخدم أغراض مختلفة. Public IP عنوان فريد على مستوى الإنترنت كامل، يمكن الوصول إليه من أي مكان في العالم، يعطي مزود الإنترنت USB. Private IP عنوان يستخدم داخل الشبكة المحلية فقط، لا يظهر على الإنترنت، يعطي الراوتر لأجهزتك. مثال من حياتنا: عنوان منزلك الكامل مع المدينة والدولة، هذا Public IP. رقم غرفتك داخل المنزل، هذا Private IP. نطاقات مخصصة للبريفايت IP، هذه يجب حفظها للCCNA.
static IP عنوان ثابت لا يتغير، تحدثه يدويا، يستخدم السيرفرات وأجهزة الشبكات التي يجب الوصول إليها دائما. dynamic IP عنوان يتغير في كل مرة تتصل فيه بالشبكة، يعطي DHCP سيرفر تلقائيا. مثال عنوان منزلك الثابت static IP، رقم مقعدك في القطار الذي يتغير مع كل رحلة dynamic IP. كاين عناوين خاصة يجب معرفتها ل CCNA. 127.0.0.1 loop back address يستخدم الأجهزة الستاتيك، يستخدم لاختبار TCP/IP static على جهازك نفسه. عندما تكتب 127.0.0.0.1 بينج، الجهاز يرسل لنفسه ويستقبل. إذا نجح يعني نتورك ستاتيك يعمل بشكل صحيح. 0.0.0.0.0 ديفولت راوتر يعني أي شبكة، سنشرح بالتفصيل في فيديو الراوتينج. 255.255.255.255 limited broadcast يرسل لجميع الأجهزة في نفس الشبكة المحلية. نتورك أدرس أول عنوان في السبنتيك لوست بارت كلها أصفر لا يعطي لأي جهاز. برودكاست أدرس آخر عنوان في السبنتيك لوست بارت كلها وحدات، يرسل لجميع الأجهزة في الشبكة لا يعطي لأي جهاز. قبل CEDR كانت ال IP address مقسمة إلى classes. هذا المفهوم يعمل CCNA رغم أنه قديم نسبيا. هذا الجدول سوف يشرح لك كل شيء. طريقة سهلة لتعرف الكلاسز من أول أوكتت. كلاس A يبدأ ب 1 إلى 126. كلاس B يبدأ ب 128 إلى 191. كلاس C يبدأ ب 192 إلى 233. لاحظ أن 127 غير موجود في أي كلاس لأنه محجوج ل loop back. كيف يعمل ال IP في الواقع؟ دعنا نربط كل ما تعلمنا بمثال عملي كامل. فتحت متصفح وكتبت google.com. ماذا يحدث بالضبط على مستوى ال IP؟ الخطوة الأولى DNS. جهازك لا يعرف IP address لجوجل، يسأل DNS سيرفر ما هو IP لجوجل.com. DNS يجيب 142.255.185.78. الخطوة الثانية هل هو في نفس الشبكة؟ جهازك يقارن ال IP ديال جوجل مع السبنت ماسك ديالك. النتيجة جوجل في شبكة مختلفة تماما، إذا يجب المرور عبر الراوتر. الخطوة الثالثة إرسال ديفولت جيتواي. جهازك يرسل البيانات للراوتر للديفولت جيتواي، مثلا 192.168.1.1. الخطوة الرابعة الراوتر يواجه. الراوتر يرى أن destination IP ويقرر الطريق المناسب هوب باي هوب حتى تصل إلى جوجل. الخطوة الخامسة الرد. جوجل ترسل الرد لبيبليك IP ديالك، الراوتر يحول الجهاز الصحيح داخل شبكتك وتظهر الصفحة. إذن IP address ليس مجرد أرقام، هو نظام متكامل يتيح لمليارات الأجهزة التواصل مع بعضها بدقة مطلقة. تعلمنا اليوم بنية IP version 4 و bit 32، host part و network part، CIDR و subnet mask، public vis private IP، class EBC special address. قبل أن ننتهي عندي 3 أسئلة أريدكم تجيبوا عليها في التعليقات. السؤال الأول، ما هو network address؟ هو broadcast لشبكات 10.0.5.100/8. اكتب إجابتك في التعليقات. السؤال الثاني، افتح CMD أو التيرمينال على جهازك الآن واكتب ipconfig على الويندوز أو afconfig على الماك ولينكس، واخبرني ما هو IP address الخاص بجهازك، هل هو private أم public. السؤال الثالث، حسب رأيك لماذا تنتهي معظم شبكات البيوت ب 192.168.1.x وليس بأي نطاق آخر؟ أقرأ كل التعليقات وأجيب عليها فلا تتردد. الفيديو القادم IP version 4 vs IP version 6. لماذا نفذت عناوين IP version 4 وكيف حل IP version 6 هذه المشكلة؟ اشترك في القناة حتى لا تفوتك. أنا وزو لين توداي سكيور تومورو.